اهلا بيكم في زمن ال AI. كل حاجة وعكسها، وما بقيتش عارف تكذب مين ولا تصدق مين. زمان كانوا بيقولوا لنا ما تصدقش اللي بتسمعه غير لما تشوفه بعينك. دلوقتي انت بتشوف بعينك وبتسمع بودنك، وما بقيتش عارف تصدق ولا تكذب عينك وودنك. الدنيا بقت مليانة فيديوهات ذكاء اصطناعي لتحويل الحقيقة لكذب. حضر بقى كوباية قهوتك الجميلة وركز معايا، علشان هاخدك كده لفة حوالين العالم اقول لك خلاصة اللي بيحصل. ولو انت اول مرة تشوفني، انا اسلام انور. يا ريت ما تنساش تتاكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب، ويلا بينا. عقدتنا حديد، عقدتهم سيف كدابة. فاكرين الحادثة اللي حصلت من اسبوعين وهزت مصر كلها، بتاعت الطفل اللي قطع زميله وحطه في شنطة ورماه؟ الطفل في التحقيقات قال انه شاف ده بيحصل في الالعاب الالكترونية فعمل زيهم. في امريكا بقى الموضوع كان اصعب من كده بكتير. في ولاية كاليفورنيا الست ميجان جارسيا رفعت قضية على شات جي بي تي وعلى شركة ميتا علشان كانت السبب في انتحار ابنها اللي عنده 14 سنة. ابنها آدم كان متفوق جدا في الدراسة، وكان من ضمن فريق كرة السلة. مدرب الفريق بقى ركنه على الدكة شوية علشان كان مستواه في الفريق متذبذب. فالواد بقى حالته النفسية ساءت جدا، رايح لأمه وكلمها وتقريبا كده ما عجبوش ردها. راح الولا بقى عامل ايه؟ راح داخل لشات جي بي تي وقعد يتكلم معاه وقعد يحكي له عن حالته النفسيه. ومن ضمن الكلام اللي لقيوه في الشات: انا بمر بحاله نفسيه سيئه جدا، وتقريبا كده ما حدش فاهمني، ولا حتى امي ولا ابويا ولا زمايلي ولا حتى مدربي. انا حاسس ان انا ما بنتميش للعالم ده. يروح شات جي بي تي بقى يرد عليه ويقول له ايه؟ طبعا يا برنس، انت ما بتنتميش للعالم ده. فالواد بقى راح قال له: انا عايز ارجع موطني الاصلي، عالم تاني حد يفهمني فيه. راح شات جي بي تي رد عليه وقال له: قوم انتحر يا برنس. فالطفل قال له: ازاي يا عم؟ راح شات جي بي تي ما قصرش معاه وقال له: ما تقلقش يا حبيبي، انا هقول لك على طرق كتيره للانتحار. الطفل قعد يومين يفكر وراح راجع تاني لشات جي بي تي. يروح شات جي بي تي يرد عليه ويقول له: هو انت لسه عايش يا ملاك الصغير؟ قوم يا جدع انتحر وخلص نفسك من الحياه دي. والله زي ما بقول لكم كده. الولا ما كدبش خبر وراح قايم ماسك المسدس بتاع ابوه وراح ضارب نفسه بالنار. والدنيا دلوقتي مقلوبه في كاليفورنيا لدرجه ان شركه ميتا بتحاول تعيد برمجه AI من جديد. طب انا ليه بحكي لكم القصه دي؟ علشان تعرفوا مدى الكارثه اللي هتواجهها الاجيال الجايه. احنا زمان كان اخرنا في الصياعه مجله ميكي وسينما الاطفال، والمثقف قوي مننا كان بيقرا الرجل المستحيل. كمان في امريكا المعلم ترامب بيواجه مظاهرات دلوقتي ضده. قال ايه؟ مش عايزينها ملكيه. ملكيه مين يا جدعان؟ قال لك اصل المعلم ترامب بيحولها دلوقتي الملكيه. ولما تبص على اللي بيحصل في امريكا دلوقتي بجد، هتلاقي انه فعلا ترامب بيعزل موظفين كبار في الدوله والنظام. ومش كده وبس، ده كمان بيعزل قاده كبار في البنتاجون. ومش كده وبس، ده في وكالات الامن القومي الامريكي، وبيحبس كل معارضته. ترامب مش بيحارب معارضته، ترامب بيغير النظام في امريكا كلها. واللوبي الصهيوني استغل الاحداث دي ودعم المظاهرات نتيجه تغيير موقف ترامب لوقف الحرب في غزه. وعلى الناحيه الثانيه روسيا، قمة بين ترامب وبوتين في بودابست عاصمة المجر. المشكلة بقى مش في القمة، المشكلة في التحضير للقمة. يعني مثلا بوتين مطلوب في الجناية الدولية، هيروح ازاي المجر؟ فالأوروبيين قالوا ممكن نعمل نفسنا مش واخدين بالنا، بس بشرط ان بوتين يكون جاي وفي نيته السلام. وبوتين قال ما عنديش مشكلة، بس شرطي الوحيد اني مش هتنازل عن اي ارض خدتها، وخصوصا منطقة دونستك. ترامب بقى اجتمع مع زيلينسكي في البيت الابيض يوم الجمعة اللي فاتت وقال له: اسمع يالا، صواريخ توماهوك مش هديك، وسلاح كمان مش هديك. ما احنا بقالنا 4 سنين مضيعين سلاحنا عليك ومفيش اي تقدم. الحل الوحيد اللي قدامك هو اعلان وقف اطلاق النار على الوضع ده. يعني كل واحد هيقف مكان ما وصله جيشه، وكفايه كده وجع دماغ. تفتكر بقى زيلينسكي الدكر عمل ايه؟ رفض. قام ترامب مهزقه كالعاده وانتهى الاجتماع على كده. السؤال بقى هنا: ترامب رايح يجتمع مع بوتين في بودابست ليه؟ ما اوروبا كلها رافضه مقترحات ترامب، وزيلينسكي كمان رافض، وبوتين متمسك بشروطه اللي هي عدم التنازل عن اي ارض. هنا بقى الموقف ده بيرجعنا لسنة 72 لما السادات الله يرحمه طرد الخبراء الروس وقال لهم الحرب دي حربنا احنا، واحنا اللي هنحرر ارضنا. وده بيثبت لك ان العالم لا يحترم الضعيف وما يمسحش دمعتك غير ايدك. وعلشان كده الجيش المصري جيش عظيم وكل فخر هو اللي حرر ارضه. وعلى الناحية التانية بقى فرنسا بقى الخيبة بقت بالويبة. متحف اللوفر اتسرقت منه مقتنيات نابليون بونابرت وزوجته. نابليون بتاع الحملة الفرنسية ده
هو والله زي ما بقول لك كده. هتقول لي بقى اكيد ده اتخطط له كويس قوي واتسرق بالليل. لا والله، الحقيقه انه اتسرق الساعه 9 الصبح. الحقيقه يا سيدي ان 4 عيال جابوا عربيه من اللي هي بتغير اللمبات في الشارع دي على انهم شركه صيانه، وقاموا دخلوا المتحف وخدوا حتتين الذهب بتوع مرات نابليون وخرجوا ركبوا موتوسيكلات واختفوا. تقريبا كده العيال دي مزنوقين في جمعيه او اقساط للبنك، فياخدوا حتتين الذهب يسيحوهم ويسدوا الاقساط. ده نابليون لو كان لسه عايش كان عمل من فخادهم بطاطس محمر. ده مش بعيد كان عمل حمله فرنسيه على فرنسا كلها. وعلى الناحيه التانيه بقى الصين. بس عايزك تاخد لك شفطه قهوه كده عشان انا حاسك بتسرح مني. الصين بقى بتحارب امريكا بحرب من نوع تاني خالص. الصين سبقت واصدرت قرار بوقف تصدير المعادن النادره من اول ديسمبر الجاي. طب وهل ده هيأثر على امريكا؟ ده مش هيأثر على امريكا بس، ده هيأثر على امريكا وعلى اوروبا كمان، علشان الصين بتتحكم في 50% من احتياطي المعادن النادره في الكوكب كله. ده مش كده وبس، ده الصين كمان قالت انها تمنع تصدير المعادن النادره لاي دوله هتستخدمها لاغراض عسكريه، وحظر نقل المعدات او التكنولوجيا الخاصه بانتاجها للخارج. الاخطر بقى كمان ان بكين قررت منع اي شركه حول العالم من بيع منتجاتها اذا كانت تحتوي ولو بنسبه ضئيله على معادن نادره صينيه من دون الحصول على موافقه مسبقه. هتقولي بقى هي المعادن النادره دي مهمه في ايه وليه ليها ضرر كبير على امريكا واوروبا؟ شوف يا سيدي، المعادن النادرة دي من غيرها كل التكنولوجيا اللي في العالم هتتوقف من أول الإبرة للصاروخ. الصين هنا بترد على أمريكا. الصين استخدمت نفس السلاح اللي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية قبل كده في ملف الرقائق الإلكترونية، بس بأسلوب أكثر شمولا يطال مختلف الصناعات الحيوية في أوروبا وأمريكا. طب أمريكا سكتت على كده؟ أبدا. طلع المعلم ترامب بتصريح من تصريحاته وصف الصين بأنها دولة شريرة وأخدت العالم رهينة، وقام فارض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية. الصين بقى تسكت على كده؟ أبدا. بكين لم تبدي أي تراجع، لكن أكدت على استعدادها على الرد بالمثل على أي خطوة عقابية هتعملها واشنطن. عرفتوا بقى ليه ترامب عايز يقفل ملف روسيا وأوكرانيا وحتى غزة بأي تمن؟ علشان الصين مش الوحات. وعلى الناحية التانية بقى اثيوبيا. بسم الله ما شاء الله، السد العظيم اللي بناه أبي أحمد من عرق الستات اللي بتشتغل في الخليج ومن الديون اللي غرق فيها البلد. السد سعادتك ما بيطلعش كهرباء بس بيطلع طمي. الطمي حضرتك ملا البحيرة خلف السد، والطمي بقى محتاج كراكات ضخمة علشان تشيله من على جسم السد. يوم أبي أحمد بقى يعمل إيه ويداري فشله؟ يقول لك مش مهم السد، أنا عايز مين على البحر الأحمر وده حق تاريخي الأثيوبي. طب بالأمارة ده حتى البحر الأحمر قبل ما يحمر كان اسمه التاريخي البحر الحبشي. وطلع أبي أحمد في خطبة عظيمة وقال مش معقول يعني دولة زي اثيوبيا فيها 120 مليون نسمة تبقى دولة حبيسة ومفيش فيها مينا واحد يوحد ربنا. وعلى فكرة بقى ده سبب ان اثيوبيا دولة فقيرة وما فيهاش تنمية، وعلشان كده كل فلوسنا رايحة في الشحن والتفريغ في دولة تانية. والسبب في كده بقى مصر. يعني مش عشان انت فاشل، السبب مصر. والله قال كده حرفيا، قال ان مصر هي السبب ان اثيوبيا مش عارفه تاخد اي منفذ على البحر الاحمر، ومصر هي السبب في الانهيار الاقتصادي في اثيوبيا، ومصر هي اللي كانت الجبنه. خد بالك بقى ده كلام ابي احمد للشعب الاثيوبي. يقوم بقى ابي احمد يقول لهم كده السد باظ واصبح بلا جدوى اقتصاديه، والمينا مش عارفين ناخده على البحر الاحمر. مفيش حل للتنميه في اثيوبيا غير مشروع دغوتي. طب ايه مشروع دغوتي ده؟ ده اللي هنحكيه في الفيديو الجاي، وهقول لكم مصر عملت ايه وهتعمل ايه في مشروع دغوتي ده لدرجه ان ابي احمد طلب من امريكا ان يتوسط ليه عند مصر. واخيرا وليس اخيرا، مصر لازم تفهم ان الاتفاق اللي حصل في شرم الشيخ ما كانش بين حماس واسرائيل. اللي حصل في شرم الشيخ هي الجوله الثانيه من المواجهه بين مصر وامريكا، والتاني مره مصر بتنتصر على امريكا، والمواجهه الاولى كانت سنه 73. علشان تبقى فاهم، الحرب في الشرق الاوسط هي حرب امريكيه من الدرجه الاولى. انتصرت في العراق وحققت اهدافها، وانتصرت في سوريا وحققت اهدافها. جت عند مصر والتاني مره الدوله المصريه تقول لامريكا كش ملك. سيبك من كل الكلام اللي بيتقال والصوره المتصدره للعالم كله. ترامب جه لحد مصر وقال للسيسي نعم، المواجهه بين مصر وامريكا ما انتهتش، بس الدوله المصريه والتاني مره في التاريخ بتعلن انتصارها في وش الجبروت الامريكي وبتقول له كش ملك، وبتفرض كلمتها وبتفرض رؤيتها. هتقولي طب والسعوديه والامارات؟ هقول لك والله العظيم يا عم، العلاقه المصريه السعوديه والاماراتيه على مستوى الدوله العميقه اكبر مما يستوعبها بشر. السعوديه كان نفسها المؤتمر ده يكون عندها، بس المعركه دي معركتنا احنا ولازم تكون عندنا. هتقولي طب والسعوديه والامارات ما جوش ليه شرم الشيخ؟ هقول لك مش جايز ده يكون بتنسيق مع الدوله المصريه انهم ياخدوا خطوه لورا؟ اقول لك طب مش جايز لو كان الامير بن سلمان كان جه وحضر كان ترامب لبسه في الاتفاق الابراهيمي والتطبيع مع اسرائيل على الهوا؟
في تفاصيل كتير محدش يعرف عنها حاجه. هتقولي بس السعوديين بيهاجموا مصر على السوشيال ميديا وده توجه وليله كبيره. هقولك تاني يا زكي، السوشيال ميديا كلها سلاح امريكي اسرائيلي، وده مش كلامي، ده كلام نتنياهو نفسه لما طلع في امريكا وقال كده حرفيا. السوشيال ميديا بتوجه الشعوب بمزاجهم هم مش بمزاجنا احنا. يا عم ده سلاحهم واحنا هنا بنحاول نصد بس. وكمان في مصر في خبر كده عدى على الناس ومحدش اخد باله. فين اللي صدعوا دماغ ابونا وبيقولوا هي مصر بتعرف تصنع حاجه؟ سنه 2025 والاول مره في تاريخ الدوله المصريه في عهد الزعيم عبد الفتاح السيسي تنجح مصر في انتاج 6 مليون موبايل محلي الصنع عن طريق مصانع 14 شركة عالمية ومحلية جذبت مصر استثماراتهم آخر سنتين، وقدمت لهم حوافز استثمارية لبناء مصانع في مصر لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير، مع توطين صناعة الهواتف الذكية في السوق المصري. النهاردة وبكل فخر أقدر أقول لكم إن كل الموبايلات الموجودة في السوق المصرية صناعة محلية بكل فخر، صنع في مصر. وفي مصر كمان الأسبوع ده للأسف البنزين غلي والغاز والسولار وكل مشتقات الطاقة. كنا عارفين، الشعب كله كان عارف انه هيغلى. كلنا متضايقين، طبعا كلنا متضايقين، واي حد متضايق عنده حق. طب ده كان وقته؟ ما ينفعش اقول ده وقته ولا لا. ولكن على الناحية التانية انا مع السيسي، ما بقيتش اقول القرار ده صح او غلط او وقته صح او غلط، علشان الراجل ده من 2016 عمره ما خان بلده او عمل حاجة ضد بلده او عمل لنفسه حاجة علشان يحافظ على الكرسي. كل همه انه يبني دولة حديثة عظمى. يكفي انه بنى لحد دلوقتي 68,000 مصنع. الدواء مر وليه مواعيد، ما ينفعش اقول لا انا هاخد الدواء دلوقتي او هاجله شويه. كل ما هنأجله كل ما المرض هيكبر وهيستفحل وممكن ساعتها ما يجيبش نتيجه. انا مع الاصلاح الاقتصادي، ولكن قلت قبل كده في فيديوهات انه كان لازم يكون في طريقه واليات لضبط السوق والاصلاح هيكل الرواتب والمعاشات، عشان ما ينفعش دايما نراهن على المواطن الغلبان. واخيرا اللهم انصر العرب وانصر فلسطين، تحيا مصر، والسلام عليكم.